اهلي جده في السعوديه حاصد البطولات نزل وطلع، اليوفنتوس في ايطاليا نزل وطلع، لكن احنا عندنا ما ينزلش. احنا فرحانين وما نزلش، بس هذا لا يمثل احترام اطلاقا لقواعد اللعبه ولا احترام لاتحاد الكوره اطلاقا. الاتحاد السكندري النهارده في المركز ال 17 بثمان نقاط. قريت تصريح 8 نقاط من كام بقى؟ من 10 ماتش، من 30 نقطه عنده 8 نقاط، يعني هي بقى معرض للهبوط. خلينا نكون بصراحه يعني. قريت النهارده تصريح لرئيس النادي انه كان الحاج محمد مصلحي بيصرف من جيبه ملايين الملايين، والراجل ضج ومش. والنهارده بيقول لك ان احنا صرفنا، ادينا تبرعات وقروض من جيوبنا الشخصيه لغايه النهارده 100 مليون. قريت تصريح لرئيس الاتحاد السكندري 100 مليون 100 مليون، لان الكره مفتوحه. اللي هو الاستاذ محمد احمد سلامه المحترم قائم باعمال رئيس الاتحاد، قريت له تصريح النهارده او امبارح. ده الاتحاد السكندري النادي الشعبي، وده الاسماعيلي النادي الشعبي. النادي المصري لولا المحترم الاستاذ كامل ابو علي من جيبه كان نفس المصير. ادي 3 انديه شعبيه، ادي 3. المحله النادي الشعبي الرابع طالع نازل، عمال يطلع وينزل، يويو ولا تعرف مصيره هيبقى ايه. فاضل اهلي وزمالك، بتكلم عن الانديه الشعبيه، ما هم دول ال6 انديه الشعبيه اللي عندنا، ما عندناش غيرهم. والباقي كله انديه هيئات وشركات، انديه هيئات وشركات. طيب الزمالك كلنا عارفين مشكلته وربنا يحلها له يعني، لكن اذا حصل لا قدر الله وتعرضت الانديه الشعبيه للهبوط، وده وارد جدا، ما الاسماعيلي هبط وخليناه، والاتحاد السكندري من كام سنه على فكره هبط وخليناه بيضاويه يعني. ايه مصير كره القدم في مصر؟ هل كره القدم في مصر هيبقى ناديين شعبيين اهلي وزمالك و16 نادي، او ما اعرفش هتعملوا الدوري كام السنه الجايه، بدون جمهور؟ شيء مأساوي. اديني قلتها 3 مرات. طب ليه الكلام ده كله بيحصل؟ مع كل اسف الانديه اللي معاها فلوس بتجهض القدرات الفنيه للانديه اللي ما عندهاش فلوس، وبالتالي اي لاعب بيظهر هنا بيتشقط، يا من الاهلي يا من الزمالك يا من بيراميدز، ومن بعيد لبعيد المصري. وبالتالي لا يمكن اطلاقا هيبقى عندك دوري قوي، ولا يمكن هذا الدوري الغير قوي هيفرز منتخب قوي. هيجيبوا منين؟ طب ايه الحلم والاقتراح؟ الحلم، عشان اربط بقى الدنيا اللي انا قلتها دي كلها في بعضيها، منتخبات الشباب والناشئين وبقي ونقي، والدوري العام والحكايه والروايه، والمنتخب الوطني،